هولا واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وزي ما انتم واخدين بالكم ان انا ما قلتش من الفيديوهات بتاعتي يوم الجمعه لانه اوبفيسلي انا ما نزلتش الفيديو امبارح. جزء كبير منه كان تخاذل، ما صورتش الفيديو خلال اسبوعي كان صعب شويه. وامبارح ما عرفتش ان انا اصور الفيديو واديته وانزله، كل خططي باظت. ولكن انا قررت ان انا لا استسلم الى هذا الخذلان، واللي شجعني على ده كومنت امبارح جالي على اليوتيوب ان انا ما نزلتش فيديو. بجد بشكرك لان انت اللي شجعتيني، لان انا اصلا كنت هطنش صراحه وما نزلش فيديو النهارده. جزء من تسويف الموضوع اذا التوبيك بتاع النهارده تقيل قوي على قلبي، تقيل وقريب الى قلبي. مش قريب عشان بحبه، بس قريب لان انا عشته سنين كتيره في حياتي، فاكيد كتجربه مريره في حياتي كنت بحاول ان انا اتجنب ان انا اتكلم عليها. ولكن اتمنى انه الكلام طالع من القلب وانا مش لوحدي، وعارفه انه اغلبيتنا كده، انه اغلبنا بيحس بالاحساس ده وعايش التجربه دي. فانا عايزه اكلمكم على حاجه من واقع تجربتي، وهو ازاي ان انا بطلت اكره جسمي. على فكره من قبل ما اخس، يعني انا معظم حياتي كنت بكره المرايه، بكره اعدي قدام المرايه، بكره اشوف انعكاسي في المرايه، بكره ابص لنفسي في المرايه، بكره المرايه لانها دايما كانت بتفكرني بحاجه انا ما بحبش اشوفها وبحاول ان انا اتجنبها. وكل ما اشوف نفسي في المرايه اقول انا مش مبسوطه، انا مش سعيده. ولكن هبقى سعيده لما اخس، هبقى مبسوطه لما اخس، هعرف احب نفسي لما شكلي يتغير. عدت سنين وانا مستنيه اللحظه دي. طب هل اللحظه دي جات لك لما خسيتي؟ لا، لان خسيت كتير جدا على مر الزمان في حياتي. وعايزه اقول لكم ان انا ما كنتش تخينه. انا بدات دايت وانا عندي مثلا 11 سنه، وانا طولي 160، واصلا اكيد كان طولي ما اكتملش ساعتها، بس انا عمري ما كنت طفل تشابي، طفله وزني زايد ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا ما كنتش رفيعه زي اخواتي، انا وعندي اخت كمان كده، ولكن انا ما كنتش تخينه. ولحد ما خلصت جامعه واشتغلت 3 4 سنين انا كان الوزن بتاعي بيتراوح ما بين ال 66 لل 69، اللي هو دلوقتي وزني اللي انا حاسه ان انا كوين اوف شيبا، بنفس الوزن اللي انا طول حياتي كنت بحاول ان انا اكسر. اللحظه بتاعت ان انا فعلا بدات احب جسمي واتقبل جسمي جت امتى؟ مفيش لحظه معينه اقدر اقول لكم بالظبط ان ده حصل. مش في لحظه اقدر ان انا اقول ان انا بصيت لنفسي في المرايه واقول ده عشق الروح ملوش اخر، ولكن عشق الجسد فاني. ما حصلش. ولكن هي على مر السنين بدات ادرك اكشلي انا مش هسوف ان انا ابقى مبسوطه. انا شايفه ان انا سنين سمعت الناس وهي بتقول ان انا تخينه وانا ما كنتش تخينه. فجه الوقت بقى لما انا كنت فعلا 103 كيلو ولا 105 كيلو، كنت شايفه ان انا مش وحشه. انا اللي خلاني اروح اعمل عمليه التكميم هو ان انا بدات احس ان انا جسمانيا تعبت، مش بدات احس. وانا فعلا كان بدا يجي لي ضغط، ركبتي ما بقتش اقدر ان انا ما بعرفش اتنيها وحاجات كده، يعني مشاكل مش في حد عنده 37 سنه، مشاكل حد اكبر من كده بتاع 30 40 سنه. فبدات ان انا اتصالح مع ده. وللامانه يعني عشان ابقى صريحه معاكم، انا ما تصالحتش تماما مع الفكره دي، ما تصالحتش تماما مع شكلي ولا جسمي ولا انا مين ولا شخصيتي. لسه ما تصالحتش تماما مع ده، ولسه في ايام ببقى مش مرتاحه كتير قوي في شكلي وفي جسمي وشخصيتي، كل حاجه فيا. بس في فرق كبير قوي ما بين ان انا بكره نفسي وبين ان انا احاول ان انا افهم نفسي واتقبلها، وبالعكس كمان احبها، احط لها اعذار، ابقى حنينه معاها زي ما انا حنينه مع طوب الارض، ابقى حنينه مع نفسي. وانا عماله ارغي كل ده عشان هو ده اللي انا عايزه اكلمكم عليه النهارده، عن الرحله مش النتيجه، مش ازاي انا وصلت للجسم ده. اصلا بالنسبه لناس كتيره جدا ممكن يكون تخين اصلا ولكن انا عايزه اكلمكم على الرحله مش النتيجه. لان طول عمري انا كنت بحس ان جسمي مش كفايه، ان انا مش كفايه اصلا. ولو اقول لكم كميه الحاجات اللي اشخاص قالتها لي انتقادا لشكلي ولجسمي، وكميه الحاجات اللي اتقالت لي من انت عارفه انت لو خسيتي هتبقي احلى بكتير، انت بقيتي في الشهر الكام، وانت ليه بقى شكلك عامل كده، ده انت كنتي حلوه جدا زمان، انت ازاي سايبه نفسك كده ازاي. ودي كانت من الكونفرسيشنز اللي بعديها انا قررت ان اروح اعمل التكميم. طول عمري كنت بحس ان انا مش كفايه، ان انا دايما فيها حاجه غلط، ان انا دايما فيها حاجه ناقصه، وان الحاجه دي لو كملت اللي هي ان انا اخس ويبقى جسمي سكالوب، الانسانه السعيده اللي هي ما فيهاش حاجه ناقصه. ايفن دو ان انا خسيت واولموست وصلت وزن رفيع جدا في فترات من حياتي، وكنت بجوع نفسي بشكل غير عادي، كنت باكل 500 كالوري في اليوم مده حوالي 3 شهور. بس كنت مبسوطه طبعا بشكلي، بس لا ما كنتش حاسه برضو ان انا كنت بحارب في صمت نوعا ما. ولما كنت بفشل في ده، كنت لما بفشل في تجويع نفسي كنت بحس بالفشل، بالذنب. وكنت دايما احس باحساس الذنب لما باكل، مش بس علشان انا فشلت في ان انا اعمل دايت، انا فشلت كمان في ان انا اتحكم في نفسي. كان الموضوع ليه ابعاد كتير تانية، زي ان انا مش عارفه اتحكم في نفسي، مش عارفه اسيطر على نفسي، ان انا شخص ضعيف، ان انا شخص ما عندوش اراده، شخص ما عندوش شخصيه. فالموضوع كمان كان بيبقى ليه ابعاد تانية، اللي هو لا 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 ما تكبريش الموضوع، ده سندوتش شاورما مش نهايه العالم. كأن كان دايما جسمي محسسني ان هو مشروع خاص
خسران، وان انا دايما لازم اعدله طول الوقت، اخبيه واتجنب ان حد يعلق عليه. واللي اكتشفته بعد سنين كتير بقى ان العلاقه دي عمرها ما كانت علاقه ما بيني وما بين جسمي، يعني عمرها ما كانت المين ايشو ما كانش جسمي خالص، كانت بيني وبين نفسي انا شخصيا. في جزء فيا كان حاسس ان انا لا استحق الحب غير لو اتغيرت، غير لو بقيت شكلي شكل معين. ده احساس قاسي جدا، وانا عارفه ان انا مش لوحدي، بس علشان انتوا ممكن تبقوا حاسين ان انتوا عايزين تخسوا او في حاجه في شكلكم مش عاجباكوا او كده، بس اغلبيه البنات بيحسوا بكده واغلبيه الستات بيحسوا بكده. وتاني التحول ما كانش فجاه، يعني التغيير اللي انا بدات اتغيره ده ما حصلش فجاه، بدا لما انا تعبت وجبت اخري، بدا لما قررت ان انا ابطل استنى اعيش حياتي في انتظار النسخه الاجمل مني، في انتظار الميك اوفر اللي بيحصل في الافلام، ان حد يجي ياخدني زي مس كونجينياليتي كده يعمل لي الميك اوفر. بدا لما ادركت ان اللحظه دي مش هتيجي، مش مهم، ان انا تمام دلوقتي، انا تمام وانا 105 كيلو، انا تمام ومحبوبه، وزني لا ينقص مني شيء، انا حلوه وانا 200 كيلو، وحلوه وانا هبقى 55 كيلو ان شاء الله لو عرفت اوصل الوزن ده، حلوه وانا 69 كيلو. وبعد ما ادركت هبطل اعيش حياتي لما الاقي هذه النسخه الاجمل مني، بدات اسال نفسي حاجه، هو انا فعلا عايزه اخس عشان ابقى هيلثي وابقى شخص صحي، ولا انا عايزه اخس عشان الناس، عشان ابطل اسمع الكلام السخيف اللي انا طول عمري بسمعه، عشان ابقى افيت ان او ابقى مطابقه للمواصفات العالميه للجمال والصحه؟ والاجابه كانت دايما انه لا، مش عشان ابقى هيلثي خالص، لان الطرق كلها اللي انا كنت بخس بيها عمرها ما كانت طرق صحيه اصلا. وبدات ادرك حاجات زي مثلا ان انا فعلا كرهي للمرايه مش عشان انا مش عاجبني شكل جسمي، لا، الموضوع ابعد من كده بكتير، عشان هي بتوريني حاجه انا شايفاها عيب فيا، لانها بتوريني ان انا عندي وجع وانا مش قادره ان انا اواجه الوجع ده، مش قادره اواجه الحاجه اللي مضايقاني دي، وجع انا لسه ما واجهتوش، وان انا مش شخص ضعيف لاني مش بعرف اقاوم مكرونه بالبشاميل ومحشي الكرنب خالص، لان الاكل عمره ما كان بس انه انا جعانه بطني، انا جعانه هنا وتعبانه هنا. ده الاكل بالنسبه لي هو راحه، هو في نفس الوقت عقاب، ووسيله بهرب بيها من كل احاسيس اللي انا بحاول ان انا اتجنبها اصلا وما واجههاش. وبدات ساعتها احس انه حرام، ده جسمي ده غلبان جدا معايا، بيتحمل كل ده، جسمي مش عدوية خالص، ده غلبان جدا لانه تعبان معايا، جسمي ده عباره عن حكايه تعب وخوف ومشاعر لسه ما عرفناش نطلعها بشكل صحي، بيمر معايا بحاجات قاسيه جدا، تجويع بالايام، بطنك تبقى بتوجعك من كتر ما انت جعان، على ان بعديها يحصل لحظات انهيار، تاكل الاخضر واليابس، ياجوج وماجوج في نفسك. انا بعاني يا جماعه من، زي معظم برضو الناس، بعاني من الاكل العاطفي، ومش الاكل العاطفي اللي هو لما ببقى ستريسد شويه بنزل اجيب كيس شيبسي، لا، الاكل العاطفي اللي هو البنج ايتنج او النهم المرضي، هو ممكن اقعد 3-4 ايام اولموست ما اكلش مثلا غير بيضه في اليوم، وبعديها اقعد 3-4 ايام برضو باكل لحد ما بطني تبقى هتنفجر، ده نهم مرضي، ده البنج ايتنج ديس اوردر. يعني النهارده انا لسه في ايام عادي ببص لنفسي فيها وببقى مش راضيه عن اللي انا شايفاه كتير، بحس اني مش حلوه في ايام، وبيجي لي طبعا احساس بالذنب لما باوفر ايت او باكل كتير قوي، بحس بالذنب وبحس بالخزي وكل الاحاسيس الصعبه دي. الناس متجاهله جدا فكره ان احنا بنلوم نفسنا بعد كل لحظه سيطره بنفقدها، بتخلي الاحساس بالذنب مضروب في 200,000. لازم بتفتكر الحل انه خليكي ارادتك قويه، امسكي نفسك قدام الاكل، بطلي تاكلي عشان لما هتخسي وتشوفي نفسك رفيعه وتلبسي البنطلون السايز زيرو هتبقي بجد مبسوطه. انا بتفق معاهم ان احساس ان الواحد يبقى رفيع ومبسوط بجسمه احساس رائع وجميل، وانا مش بقولك ده علشان ما تسعيش لان انت تبقى جسمك انت راضيه عنه، جاردلس بقى انت جسمك راضيه عنه ده في سايز زيرو ولا جسمك راضيه عنه ده في سايز 46، بقي راضيه عن جسمك باي شكل من الاشكال اللي انا بكلمك عليه النهارده. الفكره كلها انه ناس مهما جوعت نفسها ومهما وصلت لاوزان معينه ستيل جسمها مش هيطلع شبه المودلز. انا هفضل لحد امتى شايفه ان انا مش كفايه؟ انا هفضل لحد امتى شايفه ان انا فاشله؟ هفضل لحد امتى شايفه ان انا متضايقه من جسمي ان هو شكله شكل معين؟ ربنا خلقني بشكل معين بشاسيه معين، انا كون ان انا مش راضيه عن الشاسيه ده، مهما خسيت او تخنت الشاسيه ده يعمل كده وكده بس بشكل معين، لازم ابقى راضيه عن الشاسيه، وانا مش راضيه عنه وبصه لحاجه معينه ومش باصه لغيرها، هم المودلز او
ممثلين معينين، او صعب قوي ان انا اوصل لمرحله الرضا، لانه الناس دي غير ان هم في منهم اجسامهم عامله كده اصلا بالفطره، طبعا بيجوعوا نفسهم بالنسبه للمودلز، لانه حاجات زي الممثلين، هم الممثلين دول مثلا صحيوا من النوم لقوا نفسهم كده. واحده زي شارون ستون دي ربنا يديها الصحه، يعني ست كانت بتقول انها بتقعد بال 12 ساعه بتهتم بجسمها، ما بين رياضه لمساج لساونا لبتاع. مين عنده الوقت لكل ده اصلا؟ احنا وي دونت هاف ولا الوقت ولا الموارد ولا المصادر ولا الخلق ان احنا نقعد نعمل ده. خلينا نبقى رياليستيك. عشان كده انا بقول لازم نبقى مرتاحين في جسمنا. ده الحل ان احنا نفهم نفسنا، نبدا نفهم نفسنا. انا دلوقتي لما بيمر عليا لحظات النهم ده والاكل العاطفي كتير قوي، ما بحكمش على نفسي، ما بقولش لنفسي انت فاشله، انت ازاي، ما بعملش كده. خلاص النهارده كان يوم رزل قوي، فعادي ان انا اكل وابقى واتبسط. في ايام هاكل فيها كويس جدا، في ايام هاكل فيها زي الزفت. انا دلوقتي بحاول ان انا اغير طريقه تفكيري، ان انا ما بقاش افكر ان انا 7 ايام في الاسبوع انا مش هاكل اي حاجه فيها كاربس، مش هاكل مش عارف ايه، مش هو ده اللي انا بسعى له في دماغي. بسعى للتوازن، ان انا مثلا لو عرفت ان انا 5 ايام ابقى باكل كويس ويومين يبقى فيهم شويه عك، اتس فاين. بس مش عايزه امسك نفسي قوي ال5 ايام لدرجه ان انا اجي في اخر يومين دول كله جوجو مجوجه يا جماعه، محاصيل بتروح، صوت صرصور الحقل بالثلاجه. فده اللي انا بكلمكم عنه، دي تجربتي انا، ما اعرفش مين زيي، بس انا بكلمكم عن تجربتي انا. فانا بقيت بحاول ان انا عشان اتجنب ده، احاول ان انا ما احسسش بالذنب لما افقد السيطره في يوم، متضايقه من حاجه والحاجات هروح لها شباسي باباسي بساكت. للغير مصريين او المصريين اللي مش عارفين انا بقول ايه، شباسي شيبسي، شباسي بيبسي، بساكت بسكت. دي اول حاجات انا بروح لها، دي اللي بتداويني. لا انا بكلمكم ان انا شخص فعلا يعني اوبسيس بموضوع الاكل ده بدون رغي كتير. ايه الخطوات اللي انت عملتيها عشان حاولي دلوقتي تبداي رحله التوازن ده؟ اول حاجه واهم حاجه ان انا بطلت اربط قيمتي بشكلي. قيمتي ملهاش علاقه بشكلي عامل ازاي. يعني لما في ايام بكون مش مرتاحه مع نفسي، افكر نفسي انه عادي، ايام هتمر هبقى عامله كده، وفي ايام تانية هتمر هبقى عامله كده، والاثنين ار فاين. الاثنين انا مجرد ان انا شكلي مش عاجبني النهارده، ده مش حتى مقياس لحبي لنفسي. يعني انا ستيل تمام، ممكن ابقى شكلي النهارده مبهدل قوي، بس عادي انا ستيل انا. قيمتي ملهاش علاقه بانا مبهدله ولا حلوه ولا رفيعه ولا تخينه، شعري ابيض شعري اسود شعري احمر. قيمتي ملهاش علاقه بشكلي، عكس ما كل حاجه دلوقتي بتقول لكم العكس. لازم انتوا تبقوا مصدقين انه قيمتكم مش في شكلكم، قيمتنا مش في احنا شكلنا عامل ازاي. لسه ممكن اكون مش راضيه تماما عن شكل جسمي، ده ملوش علاقه بان انا ما اهتمش بنفسي، ده ملوش علاقه بان انا، لان انا كنت بعمل كده. اللحظات اللي انا كنت بحس بيها في الخزي وان انا متضايقه من جسمي ومش عاجبني شكلي، كنت بحس ان انا ما استحقش حاجه، ما استحقش اكل كويس، ما استحقش ان انا استحمى الشاور اللي هو الافريثينج شاور اللي انا بعشقه، ما استحقش ان انا اهتم بجسمي واحط كريمات، ما استحقش احط برفيوم، ما استحقش يبقى شكلي حلو واحط ميك اب، ما استحقش حاجه. ان مجرد ان انا بحكم على نفسي ان انت مش حلوه، لا ده ملوش علاقه بده خالص. ممكن ما ابقاش راضي عن جسمي بس استحق اكل كويس واهتم بنفسي واعمل الحاجات اللي بحبها واخرج واتبسط مع اصحابي والبس كويس واتشيك واهتم بنفسي، وانا ستيل ممكن يكون ستيل انا استاهل كل حاجه، لان قيمتي مالهاش علاقه بده. انا استحق ده، انت تستحقي ده. التغيير مش هيجي من ان انا بكره جسمي، انه انا اكتشفت انه التغيير في حياتنا عموما عمره ما بيجي من مكان كره، لازم يجي من مكان حب. التغيير لازم يجي من حته انا مش كارهه جسمي فبعاقبه، لان لما بتكره حاجه بتتجنبها، عاقبها، بتعملها وحش. مش عايزه اعمل كده، عملت كده سنين، سنين عملت كده، عاقبت نفسي. قعدت مع ناس كتير توكسيك لمجرد ان انا كنت حاسه ان انا ما كنتش استحق الحب، فهم لو بيدوني الحب يبقى ارضى باللي انا شايفاه وخلاص. عملت نفسي وحش، عملت جسمي وحش، بقيت ببص له باشمئزاز، بقول له كلام سخيف، عيط بسبب بقول له ان انا بكرهه. رحت نفسي جامد وضايقت نفسي جامد وقهرت نفسي جامد. انا بدات ان انا احاول اوعد نفسي كل يوم ان انا مش هعيشها ده تاني. انت كمان لازم تعملي كده، تكرهيش جسمك، ما تكرهيش نفسك، ما تقوليش لنفسك كلام يجرحك ويضايقك ويهينك ويحسسك انك اقل من اللي حواليكي. انا عارفه الاحساس ده، انا عشته سنين. دماغي لو اقول لكم الحاجات اللي بتيجي في دماغي لن تتخيلوها، لن اتمناها لألد اعدائي. انا بقول لكم انا معاكم وبحاول نطلع من راي ابويا الله يرحمه الهوة السحيقه، كان ما يقولش حفرة عميقة، كان يقول هوة سحيقة. فبنحاول اخدكم ونخرج مع بعض من هذه الهوة السحيقة. تغيير هيجي من مكان حب مش من مكان كره. عكس بقى الكره اللي احنا قلناه ده، ما تبقي بتحبي حد تبقي عايز تعملي له كل حاجة، يعني تتمني له الرضا يرضى، اديله صوابعك ال10 شمع. اللي انت محتاجة تعمليه لنفسك،
هتحبي نفسك هتبقي عايزه تعملي لها الحاجات اللي بتسعدها، الحاجات اللي بتحبها، الحاجات اللي هتخليها احسن، الحاجات اللي هتضرها هتبعديها عنها. لا، انك بتاخدي بالك من حد انت بتحبيه، بيبي طفلك بقى، مامتك، صحابك، جوزك، ايا كان. اعملي ايه؟ يعمل حاجه بتضر نفسه؟ لا، مش كذا علشان انت كده بتضري نفسك. اهتمي وتديها الدواء، اهتمي ان انت تعملي الحاجات، هتهتمي ان انت تديها شاور، وهتهتمي ان شكلها يبقى حلو. ليه ده لنفسك؟ التغيير هيجي من مكان حب مش من مكان كره. في حاجه وهي ان انا بدات اتعامل مع الاكل بلطف شويه، هو مجرد اكل، ده طبق مجرد مكرونه بشاميل وليس ألد اعدائي. مش الترمينيتور، ده مجرد مكرونه بشاميل، انما ده مش عدوي اللدود. اتس فاين ان انا اكلها واندلج في هذه الوجبه، انجز ان انا مش بعمل ده كل يوم. لو عملت ده كل يوم لمده 3 4 ايام اتس اوكي، بخبط على نفسي كده اقول خلاص اتس اوكي. اللي بعده هنعمل ايه؟ هناكل احسن ازاي؟ وبحاول دلوقتي ان انا ابص للسلطه مش كانها حاجه انا بتجنبها، انا ما بحبش السلطه، لكن بحاول ان انا ابص لها ان هي زي الفيتامينز، حاجه مفيده ليكي، حاجه نورشنج ليكي. وانا بحسد اي حد بيحب السلطه، لانه انا لو بحب السلطه كان زماني باكلها، باكل اطنان منها. بحاول اسمع لجسمي، عايزين حاجه مسكره، طب احنا حاسين بايه دلوقتي؟ احنا فجاه عايزين حاجه مسكره، ليه احنا فجاه عايزين شيبسي؟ انا حاساه، هل انا ستريس؟ بفكر في ده على فكره وانا باكل الشيبسي، بس اتليست بحاول افهم جسمي وافكر في الموضوع، مش بس ان انا احكم عليه واللي هو انت ازاي بتفكر في الشيبسي يعني مش عارف. فبقيت نوعا ما مش بحكم على نفسي زي ما قلنا، وبتعامل مع الاكل ان هو مجرد اكل، واتس اوكي ان انا اندلج في حاجه، بس المهم ان انا احاول احافظ على البالانس بتاعي. رقم 3 وده مهم جدا، وده I cannot stress on it enough، انا مش هينفع ان انا افضل اضغط عليكم في النقطه دي. تتبعي الناس اللي مش بيخلوكي متضايقه من نفسك. قلنا ولا ما قلناش؟ لا، خشوا 100 مره قبل كده، عصبنيش بقى. معنى كده مثلا ان انا ما بتفرجش على ناس، لو انا مثلا عايزه ابقى رفيعه ما بتفرجش على ناس رفيعين خالص، لا عادي بتفرج على ناس رفيعين عادي جدا، بحس انا مش لوحدي عادي. ما هو الرفع مش نهايه العالم، والناس الرفيعه دي ما تزعلش ما تتضايقش يعني، ما يعني انا في حاجه في دماغي ده doesn't mean انه بقيه الحاجات كلها اللي هو لا خلاص هم دول بس اللي انا هتابعهم، الناس مثلا اللي وزنها زايد، لا، تابع الناس اللي انا لما بتفرج عليهم ما ببقاش متضايقه بعدها. اتفرج عليكي حسستيني ان انا مش لوحدي، وحسستيني ان انا قدام بني ادم مش حد مصطنع، وحسستيني بكده، انا تمام، انا معاكي. اتفرجوا على الناس اللي تحسسكوا احساس كويس على نفسكم. انا لسه مش متصالحه بالكامل نفسي، قلنا اون سيراميك على بلاطه، لسه مش متعافيه من كل حاجه، كان انا في رحله التعافي. النهارده لما ببص لنفسي في المرايه بشوف واحده بتحاول كل يوم انها تكون احسن، واحده بتحاول كل يوم انها تكون ارحم مع نفسها. بحس ان دي بدايه حقيقيه مش مجرد تمثيليه وخلاص. انه بدات احس انه يمكن التغيير الحقيقي ان انا جسمي يتغير وابقى وزني 55 كيلو زي ما حلم حياتي ان انا وزني في يوم من الايام يوصل 55 كيلو. التغيير الحقيقي بيجي من ان انا ابدا اغير نظرتي لنفسي، ان انا ابطل اعيش ضد نفسي واعيش معاها وادعمها وابقى بحبها وابقى حنينه عليها، ما بقاش ضدها، نبقى احنا والزمن علينا، قصدي يعني ابقى معاها. وانتي كمان في حرب مع جسمك، وانا متاكده انه في كتير حرب مع جسمهم ومع شكلهم عايزه اقول لك على حاجه، اقول لك انك مش لوحدك، عايزه اقول لك انك مش فاشله ولا ضعيفه، بس محتاجه وقت، محتاجه تبقي طيبه مع نفسك اكتر ما انت طيبه مع اي حد تاني. ابداي بنفسك يعني من الاخر. ليه انت طيبه مع كل اللي حواليكي ومش طيبه مع نفسك؟ اشمعنى؟ مالها؟ نفسك ليها حق عليكي، ربنا مدينا نفسنا دي امانه، من الحاجات اللي غيرت وجهه نظري. ربنا مأمنا امانه على نفسنا، جزء من امانتنا هو ان احنا ناخد بالنا من نفسنا، وان احنا نعتني بنفسنا، ان احنا نهتم نزكي نفسنا، نطورها، ناخد بالنا منها. امانه ربنا مأمنا عليها، فخليكي امينه على نفسك وطيبه مع نفسك. في الاول وفي الاخر، بما ان الكلام كان اكتريه الموضوع على الوزن والجسم وكده، فكره مش احنا مش بنعيش حياتنا، يعني احنا حياتنا مش هتوقف لمجرد ان احنا جسمنا مش عاجبنا، احنا بتستمر. الرحله اللي احنا عايزين نبدا نعيشها بقى من بعد الفيديو ده، ازاي نبدا نرجع لنفسنا، حس احنا كفايه، حس ان احنا كفايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. فيديو طويل ولا اقترس ان هو فيديو طويل الصراحه، لان انا كنت عماله ببص من الفيديوهات اللي قبل كده علشان انا متخيله ان انتوا ما عندكوش خلق قوي فما تتفرجوش على الفيديوهات اللي اطول من 12 دقيقه. هقول حقيقتي بغض النظر عن مده الفيديو وطوله، كلام نهائي. عجبكم الفيديو اعملوا لايك وفولو وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس، تعرفوا ان انا نزلت فيديو جديد وتخشوا تتفرجوا على الفيديو. شكرا لحسن متابعتكم، واستنوني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ربنا قدرني وانزل الفيديو يوم الجمعه ولن نتخاذل. باي باي.